مدينة المستقبل اسم على مسمى. اللوكيشن بتاعها من سنين قليلة كان بعيد جدا وكان استثمارها طويل المدى. دلوقتي بقت قريبة جدا من بداية الألفية الجديدة وبدأت توسع في شرق القاهرة. القاهرة بتتوسع شرق عشان في النهاية الخط الواصل ما بين طريق السويس والقاهرة كله يكون عمران. مدن جديدة كتير جدا بتتبني دلوقتي، التجمع ومدينتي ومستقبل سيتي مرورا بالعاصمة والجلالة لغاية العين السخنة. المدن دي في منها اللي سكن واللي لسه هيبدأ يسكن. لو جينا بصينا للتجمع الخامس خلال 10 سنين اللي فاتت سعر المتر فيه اتضاعف بالدولار 5 مرات وبالجنيه المصري اتضاعف 20 مرة. في ناس كتير بتعمل مقارنات على مدد قصيرة زي سنة أو سنتين، بس دي مش طريقة صح خالص عشان تحسب استثمارك، وبالأخص في العقارات. كل ما يعدي عليه الوقت بيبقى أغلى وأحلى. لو رسمنا دايرة حوالين المنطقة دي كلها وحطينا نقطة في النص هتبقى المستقبل سيتي. أهم نقطة وأميز نقطة في التوسعات الجديدة. اللي اشترى في الشروق من 10 سنين كان قادر يشوف الصورة دي، واللي اشترى في المستقبل في السنين اللي فاتت هيحقق مكاسب شبيهة وقادر يحقق جدا وهتزيد في المستقبل القريب. اللي اشترى في المستقبل توين هاوس في السنين اللي فاتت كانت حوالي فرنج 4 مليون، دلوقتي بيبيعها ب 18 مليون. لو هتسألني أنا شخصيا إيه أفضل المشاريع اللي موجودة في المستقبل سيتي هقول لك على عدد محدود. أول مشروع لحسن علام هاب تاون، وتاني مشروع بلومفيلدز من تطوير مصر، ثالث مشروع أليفا من ماونتن فيو، رابع مشروع ذا باترفلاي من مدينة مصر، خامس مشروع 101 لشركة العتال. المميز في الخمس مشاريع إنك ضامن الجودة لأن كل شركة فيهم اسم كبير وسابقة أعمال قوية وضامن تستلم في ميعادك. انتهز الفرصة والحق المستقبل وسجل بياناتك عشان فريق المبيعات يتواصل معاك.